جايبه لي اصلا إيه الذبيحه دي؟ جايبه ذبيحه ضحكوا عليكي ودوكي على قفاكي في الذبيحه. بصي الريش بتاع ذبيحتك، بصي يا دي ام الشوي، ما كنا اشترينا جاهز. امي متبله لحمه من امبارح خلاص ريش، وراحت قالت ايه بقى، انا حبيتها في التتبيله علشان خاطر لما نشوي. ماشي يا امي ماشي ماما، انا ما باكلش الضاني، يعني انا بقالي 25 لا 24 لسه 24 سنه عايشه معاكي، انا ما باكلش الضاني. لا احنا خلاص هي ريش ضاني، هي ما بتاكلش غير ضاني. انا مستأذناها لو سمحتي ممكن تطلعي لي طيب لحمه عادي شرايح نتبلها وكده، احنا بيتوها لبكره. رحت انا مطلعه كام حته لحمه ايه وتبلنا وبتاع، والنهارده بقى امي بقى هنشوي النهارده. عملت سلطه الطحينه. بصي يا امك النهارده هتشوي لكم. قلنا خلينا عندنا بفتح امي بتولع دخانه كبيره في البلكونه، لدرجه ان الجيران الناحيه التانيه طلعت من الدخان. امي بقى بس الجيران بيبصوا، عشان ريحه الشوي مغرقه الشارع. امي احنا ساكنين في شارع عمومي، يعني احنا ساكنين في حاره، الشارع العمومي في مسافه كبيره جدا، فمعنى كده ان احنا بنولع. الناس دي طالعه تشوف ايه الحريقه اللي قايمه، مش عشان ريحه الشوي. بصوا قاعده ايه بقى متأنتكه قوي. بصي الناس بصي مش روحت امك. هي التتبيله عايزه اقول لك ان انا متبله تتبيله هتدوقيها كده زبده. قلت لها مش 100 فحم، كميه فحم. واصل احنا ساكنين في ال 12 فاحنا عندنا رياح. الجو عندنا في اسكندريه لحد دلوقتي ساقع جدا، متكحه دخان ومدانا بتطلع دخان، وقاعده بقى متمزجه قوي. ما حدش فينا كل ولا حد فينا فطر بقى، احنا النهارده هنشوي فكك. مشغله ابن خالي مرمطه امه، تعالى يا ابن الوسط لي الكروانه. راح قال لامك ما عندك على دي مش عندي. فين الفلفل؟ بتنسى من ايه؟ خد النهارده شحنه قاعده فاهمه بره، عامله نفسي نايمه ماسكه التليفون، وبقى هي ماسكاه يا عيني بقى سلخاه في التتبيله، وتبلت بقى ايه بكميه تتبيل اللحمه، وقطعت بقى وعملت سلطه الطحينه بقى. فهي طول اليوم هي شايفه نفسها ان هي عملت حاجات كتير، واحنا كل واحد عارفه مش حاسس بحاجه. المهم بقى من نوع ايه بقى، هي هتقعد تشوي فاحنا خدامين خلاص. كل شويه كوبايه شاي صنايعي كوبايه شاي تخلص، فين كوبايه الشاي؟ تلاقي انا قاعده بشوي لكم وانتوا هتعطيها وانا مش عارفه ايه. انتوا هتفكروا عماله اشوي واتبل واعمل، لا كوبايه شاي دلوقتي مش مكمله الاكل. وحطت ايه الريش. قلت لها يا ماما الريش ما بتبقاش ملحمه قوي، وخصوصا ريش الضاني. اسكتي ده انا شايفاها اللهم صل على النبي، لا خروف من اللهم صل على النبي. قلت لها يا ماما الريشه حته اللحمه في النص والباقي دهون، فيعني مش هتكفي، كل واحد هيشوي على قده. انت بتاكلي ايه؟ حتتين لحمه وتشويهم لنفسك. قلت لها خلاص ماشي يا ماما. طب والريش؟ قالت لي لا دي ريش كتير، دي هتفرط. انت عارفه بصي شوفي الريش قد ايه، ده انا هصورها في صينيه، دي هتفرط كده، دي هتكفينا كلنا، ده انا مش ممكن اصلا اعملها كلها. 2 كيلو يعني او 2 كيلو حاجه. تسو قعدت على الكرسي حتى قدام الشوايه وحطت الحاجه، الفحم ولع وهي بقى ايه متنكه محدش دعوه، هي عارفه هي بتشوي ازاي، حاطه الجي بي ال بقى ومشغله بقى ذكرى. دخلت عليها قلت لها ماما اللحمه الفحم عالي، فطب الدنيا كده يعني بتاعها تتحروق قوي من بره وهي لسه ما استوتش. بقولك انا متبلها، انت مش شايفه التتبيله مش هتخليها زبده. قلت لها خلاص يا ماما التتبيله هتخليها زبده، بس برضو ان الفحم عالي. طب ما تجربي تحطي فحم. هي بقى الايجو عندها لا انت مش انت هتقولي لها ولا ايه؟ طب حطي فحم تاني لان الفحم والع كله. يا امي يا امي انت اللي بتتشوي، امي مش باينه من الدخان. تصدقي صح، انا كنت عايزه اعمل كده برضو، انا كنت عايزه احط فحم يصد الفحم الوالع، بس قلت كده فحم هيبقى كتير. بس الصح انا كانت فكرتي كانت صح، يعني مش فكرتي لا هي فكرتها. الفحم طبعا هدى شويه وبدات ان هي ايه تقلب ان اللحمه تستوي. يا بيت اللحمه مش عايز تستوي خلاص. فقلت لها ماما اقعدي قلبيها تمام ووزعي كده قلبيها على البتاع. يا دي ام الشوي، ما كنا اشترينا جاهز. ايه طب انا هطلع احاسب ابو صلاح. طلعت حاسبه ابو صلاح ما جاتش، فقالت لي بنت شروان
شوفي السويه جوه، الريحه واصلالي، التتبيله تحفه. يا امي يا امي كفايه بقى تتبيلتي، احنا هنموت من دخان. طب ما تيجي تكملي اكيد. طب انتي هتكملي تقليب. طبعا هي بتعمل كده ليه؟ علشان هي كانت قربت تتحرق وما استوتش. فمين اللي عملها؟ انا. ليه؟ لان انا اخر واحده قاعده. طب ده اثبات تهمه عند امي. مش اللي حرقتيها، مش اللي حرقتيها. انت تتجوزي تجري بالكحكايتين بكره، مش تتجوزي. حرقتي حتتين لحمه والتتبيله من خساره. منين؟ ما الرقاص، ما الحرام هو. فانت عادي مش فارق معاك تبوظي اللحمه. فانا ايه، انا قطعت ان في نحله هتدور. امي هتدور النحله دلوقتي. كنت رايحه جايبه الفرشه احط فيها الزيت او السمنه، وهي تاخد من التتبيله وايه، واحط على اللحمه واقلبها. لا ايه، بطريها. الله الله ينور، الله ينور. قلت الله ينور على ايه؟ ما انت قلتي لي قلبيها. طب ما تيجي. انا حرفيا اقسم بالله كنت بكح دخين قاعده بنت. ريحتي دهنه دهنه دهنه، الدخان بيطلع من باطي دهنه. يا ربي طب ليه ما كنا اشترينا جاهز؟ الشوي ده متعه، متعه. قلت لها ايه المتعه في ان انا قاعده مش عارفه اتنفس من كتر الدخان؟ ليه؟ ايه المتعه في كده؟ وبعدين احنا الشوايه واطيه صغيره، فانت قاعده تحت، يعني حتى مثلا مش واقفه في البلكونه فالهواء داخل في وشك، لا الهواء بيخبط في السور بيردلك. فانت قاعده عامله كده مقرفصه، وشك بيتشوي معاه، محتاجه صن بلوك. طب اقول لك حاجه، ورحمه ابويا، ورحمه ابويا روان، لا هتدوقي حته لحمه اراهنك دقني، دقني ايه لو تاكليها في حته بره. الحته تروحي تدفعي فيها بالالوفات وتتمنظري وتتقنعري. تمام. تشوفي اصحابك الصيع اللي حبيتش تشتري معاهم الفلوس، نسوان فجره، نسوان ولا يعرفوا قيمه الجنيه ولا اشعه ولا تعبه، عايزين برضو عليها. ليه عادي وانا باكل بره في المطاعم الاكل بيبقى حلو، يعني ايه المشكله؟ ما بدل ما ده متعه، تحسي كأن انت بتشوي حته لحمتك وتدوقيها تشيلي متبلها تتبيله تحفه، وانت حطاها كده بس تاكلي حته اللحمه ضمناها، ليها متعه. طيب قعدنا بتاع 5 ساعات بنشوي في 2 كيلو ريش. انا كنت بنصهر مش قادره. طب بصي ما انا هطلع، كان عندي صاحبتي تعالي بقى تغدي معانا، احنا لسه ما اتغديناش اصلا. دخلت لقيت امي دي عرقانه عرقانه عرقانه، وشها احمر وقعد على كده وماسكه كوبايه الشاي. طب ليه ياما؟ ليه ياما؟ وكان في ماتش النهارده وابن خالي جعان وعايز ينزل، وهي معانا كلها، والريش بقت ما تستويش منها. ريحتها حزينه قوي. قلت لها في يا ماما؟ قالت لي الريش دي مش حلوه. القطعيه دي مش حلوه، ما اعرفش لسه بتنضخ. اللحمه بتنضخ، ما هتتحرق، اتحرقت كلها واللحمه. لا القطعيه دي، الخروف ده كان كبير في السن. قلت لها مفيش الكلام ده بقى، ما تجيبيش العلبه في القطعيه عشان انت قاعده تقولي التتبيله تحفه، وقاعده منصهره على الكرسي يا عيني بتشرب شاي سخن، شاي سخن فمع على الحراره مع الفحم هي قاعده بتتسلخ. قاعده في ساونا. طب بصي، الاول راوند ده نزليه يهدى عشان هو على الفحم على طول، وحطي الباقي عشان ننجز الوقت، ما احنا كده ما هنتسحر. بحطي التاني على ايه؟ على الفحم. لفي ده في ورق فويل بس. انا عرفت. طب قومي هاتي لي فويل، قومي هاتي لي فويل. انت قصدك نعمل على مرحلتين؟ قلت لها اه. طب روحي جيبي الفويل، فويل بدل ما انت واقفه قاعده مع صاحبتك بره. ورق فويل، وطلعت كده ايه منه ودان علشان ايه؟ تقفله. ليه؟ لان انا ممكن لو حطيت ورق فويل حته تحت الريش والاكله باظت كلها علشان انا ما عملتش للفويل ودان، اقسم بالله. وهتقعد تشتم وتصلخ وتقولي بتش بوظت 2 كيلو ريش ليه؟ عشان استخسرت تعمل للفويل ودان. طب ايه العلاقه؟ بصي بقى هقول لك بقى، هتجيب لك سبب علمي تقول لك ايه؟ ما انتش الفويل ده ايه؟ الومنيوم. الالومنيوم يحفظ الحراره وايه، ويكتم الحاجه كده، يكتمها، يخلي الدخان تستوي على الدخان، يستوي عليها. فلما انت ما حطيتيش الفويل، حطيتش بس من القعر، دخان طالعه. تستوى فين؟ المعروف كده ان البتاع ده الفويل ده بنلفه على اللحمه عشان يمعقها كده ويخليها تستوي على الدخان، تبقى طريه ثابته مع التتبيله التحفه. لكن انت ما عملتيش الفويل. فانا اختصرت وعملت لها اللي انا عارفاها دماغها رايحه فين، وعملته لها وما اديتش باقي كومنت. يعني بصي، مع ان الوحش تتفرج عليه ومتلاقي الله، بس لما اعمل الصح ولكنها شايفاه. ده الطبيعي، ده الطبيعي. هتنزلها الراوند وراح حاطه الراوند التاني، وبتجيب ميه. طب ايه يا ماما؟ روحي اعملي كوبايه شاي، روحي اعملي كوبايه شاي. يا ماما شغاله صناعيه.
يا امي شاي قاعده في وسط النار بتشربي شاي ازاي يا امي؟ كوبايه شاي روحي. طب مش هعمل لك شاي. يعني ايه مش تعملي الشاي؟ والمصحف بعمل اكل والمصحف بقى بعمل اكل. انت جايبه لي اصلا ايه الذبيحه دي؟ جايبه ذبيحه ضحكوا عليكي ودوكي على قفاكي في الذبيحه. بصي الريش بتاع ذبيحتك. بصي تمام. مقطعه طماطم ومقطعه بصل ومقطعه فلفل ليه للحمه عشان هي خلاص هي بتاخد راوند في الريش. وقعدت والله كتير اقلب الريش معاها على النار. بس هي فعلا سر في الشوي بايته في التتبيله ودي. بس انا حاسه الريش كبيره فهي مش عايزه تتسوى قوي. كنت حاسه نص سلقه. هي عايزه تتعارك معايا بس انا ايه مرضياها. جت قالت عايزه شاي. هي بتغيظني. طالما ما قلتلكش اعمل لك شاي عشان دي ربع كوبايه شاي. في ايه يا ماما؟ هو انت مش هتقومينا؟ كل واحد ماسك لي التليفون ومرميه على ظهرها شبه الايه؟ شبه الوالده. وانت يا ابن مسكت محمد هو ماله ابن خالتي؟ قال لي شبه الوالده. لكن تقوم تساعدني تعملي كوبايه شاي؟ لا. قال لها عمتي انا عندي ماتش. سلام. عندك ماتش مش هتاكل؟ قال لها يا عمتي فين الاكل اصلا؟ اصبر دول دورين ونص تاكل الاكل خالص. اشوي لك حتتين كده. قال لها ايه؟ لا مش عايز حاجه. فهي كانت سالقه لحمه. راحت اخده اللحمه المسلوقه قالت لي حطها بس كده على الجريل كده تاخد لها طعم تشويه. لولا متاخر واللحمه تقيله تاخد لها طعم تشويه. لحمه ايه مسلوقه تاخد لها طعم تشويه. فطبعا الوقت بيتاخر. راح هو جه نازل بقى بيطلب الاسانسير وانا جوه بقلب الريش على النار. سمعتلك يا بنت صوت امي بيرقع في العماره كلها. خد يا ولا خلاص يا عمتي مش عايز اكل. اقسم بالله العظيم عبد حطيت اللحمه حمر مسلوقين حطهم لك من ريحه الشوا. البنت بتشويهم لك يا ابني. تعالى ولا مش عايز اكل يا عمتي. يا عمتي مش عايز اكل والله لا تاكل. ده انت ما فطرتش يا ابني. الناس هيقولوا عليه ان انت قاعد عند عمتك مجوعاك ما خد الطعم سوا. فتحي لي رغيف حطي اللحمه بسرعه مستعجل. قلت طب ماما طب انتي ما عملتلوش الكلام ده؟ حطي هتجادليني حطي. الولد اخد سندوتش لحمه قدامها على خده. سندوتش لحمه قدامها ناقصه اهو يا عمتي اهو صدقني. لا عملت لها كوبايه الشاي قلت لها ايه هنحمر بطاطس. روان وانا قاعده بره. واحنا بقى المسافه من بره في الصاله الريسبشن بره للبلكونه في طرقه طويله. يعني في طرقه طويله بتضايق في المروح والمجاي. امي بقى قلت لها ايه يا امي عايزه ايه؟ حمري بطاطس. قلت لها ماما طب يعني انت خلاص بصي اللحمه الستيه بنت يا روان ان الذبيحه مش حلوه. قالت لي انت قلت لي اشوي اللحمه. فعلا اللحمه تفرط اكتر والتتبيله عامله فيها برضو ايه مفعول الزبده. لا اللحمه احلى. فقلت لها اللحمه احلى ليه؟ من ايه؟ من الريش. ليه مش الريش كانت كويسه؟ قالت لا هي كويسه وجميله زي الفل. بس انا بقول يعني عشان مثلا اللي مش هيقدر ياكل سمين او تقيل على المعده ما برضه الوقت اتاخر. فلا اللحمه حلوه. هاتش الباقي. عايزه ايه؟ باقي اللحمه عشان تشوي. خدي يا ماما باقي اللحمه. هاتي البصل والطماطم والفلفل. خدي يا ماما باقي البصل والطماطم والفلفل. ده كل طلب بقومه مش بتقول طلباتها مره واحده. خلاص وديت لها البصل والطماطم والفلفل. اعملي شاي. مش هعمل شاي. اعملي شاي. قلت لها مش هعمل كفايه شاي. وانا خدامه عشان لك هدومك يا ستي. يا لبستك اطبقها لك واقول لامك تعملي كمان كوبايه شاي وقاعده في الحر الصعب اشوي عشان تاكلي اتش وصاحبتي. مين صاحبتي دلوقتي؟ بقول لك اعملي كوبايه شاي. طب هتعملي كوبايه شاي يا روان؟ هتعملي وريني تعملي كوبايه شاي ازاي يا روان؟ حمرتش البطاطس قلت لها على النار. هاتي لي ملح. رحت جبت الملح وجيت. خدي بقى معاكي الصواني والحاجه. خدت الصواني ورحت حطيتها. روان هاتي لي طبق. رحت رايحه جايبه طبق. خدي بقى الحاجه. قلت لها بقول لك ايه يا امي عشان ام الشوي الاسود ده هتستعبديني. هتستعبدي تشتري فينا هنا عشان هتشوي. ما ملقوني في سوق كنا اشترينا. تحب الفراده والمرمطه وفي الاخر محدش بيشيل هم غيرنا. والمصحف يا بنت محدش بيشيل هم غيري. وتقعد تشيلي وتمرمطي في الاخر بتشوفني. لا بعد كل ده قاعده ما بعملش حاجه. مش ولاد ضلاليه والله العظيم ولاد ضلاليه. يلا كملي بقى اللحمه وحطي في نص اللحمه الطماطم عشان تطريها والفلفل والبصل وطلعيها. بس يا ماما سيبيها عشان الحاجه تستوي. ما تسيبيش الخضار ني. قالت لي ماشي. جيت لقيت الطماطم صلصه
والفلفل والبصل. قلت لها ماما ايه ده؟ انت مش قلت لك حمصيهم شويه خليهم يتحمصوا ويتشووا كده على البتاع؟ اصلا اللحمه خلاص، اللحمه استوت. ركزوا معايا في النقطه دي. خلاص اللحمه استوت، لو كنت قعدتها اكتر من كده كانت تتحرق. ايه؟ لا هي فرهضت من الحر ومش شاي، شاربه 6 كوبايات شاي طبيعي تنصهري داخلي، وبره يا ماما حاطين 2 كيلو فحم يبقى التهاب خارجي، اخده من كل الاتجاهات حراره، فبتاكلينا ايه ياما؟ دم مبلبله مع البصل ميه كده، فلسه في مساحه ان انا اقدر احط اللحمه على النار تاني. بقول لك ايه، اللحمه استوت والخضار تحفه، كلي وانت ساكته. ناخد الريش امي بقى. مش قلت لها ايه كانت ناقص حبه. قلت لها ناقص حبه، احنا قاعدين بكلمه ماسكين كل واحده عظمه وعمال يشد البتاع ما بتتشدش. قلت لها بصي انا مش هاكل، لسه بتاكلي من اللحمه دي عشان حرام. قلت لها طب خلاص انا هاكل حاضر من الذبيحه حاضر، بس هاكل في نوعيه تانية، لان مش هقدر هاكل ايه، لان انا معدتي ما تستحملش اللحمه اقعد انضخ فيها كتير. كلي منها عشان حرام، كلي الذبيحه عشان حرام. لحمه ماما مش مستوي. خدش هتمطع لي حته بسنانها، عارفه بقى الكلاب بجد والمصحف هتطلع حته بسنانها. خدش ايه، تعرفي من امك كنت بغسلك شختك زمان، تمام، بستحلك برابيرك. جيتش فتره عليكي في ابتدائي املتش، كنت عض للفلايه، قعدت لك الامل والثبان. تعرفي من امك. خدش دموع بقى، دموع قطع غير بالسنان، فتقطع حته بالسنان وقطعت لي حتتين حمر كده. خدش انت يعني ده ايه؟ كلي من ذبيحتك عشان حرام. كلي اعملي الخير لاخره عشان ربنا يكرمك، بدل ما انت قاعده منحوسه وقاعده عماله نايمه وما تطلعلي غير لايفات تنحري وتزعقي وتصوتي. انت شغله بالك بالناس اللي وسط عليه، ما تشغليش بالك بالناس، اشغلي بالك بامك، اشغلي بالك بامك، بحياتك، بمنظرك، اشغلي بالك بالكومنتات وخرا. كلها نسوان وسخه، ما ترديش على حد، انت وسخه برضه، عشان كده شغله دماغك بيهم، دمي بيحن. انت صغيره تمام يا ماما عشان يبقى اسمي ان انا اكلت من الذبيحه. هي جسمك من ده، كلي من ذبيحتك عشان حرام، كلي من ذبيحه علشان حرام. اتقي الله. قلت لها ما هو حرام ان انا اكل اللحمه دي يا امي بقى، انا ساكته بقالي كتير، حرام ان انا اكل لحمه نيه يا امي، ده في دين ايه ده؟ ربنا حلل الاكل اللحمه نيه يا امي، مش هاكلها، حرام ان انا اكلها، انا هاكل اللحمه اللي هي متقطعه شرايح. كلي انت الريش. طب كلي اللحمه شرايح، كلي لحمه شرايح بس دي مش بالذبيحه، فحرام عليكي يا عيني. البت قاعده جنبي، انا قلت ايه، قلت لها اعمل لك سندوتش بتاعت لي تمام ماشي، كميه عيش وعاملين سلطه تحفه، عاملين سلطه طحينه تحفه، والبطاطس كانت تحمير مقرمشه صفرة، بصي كانت كل حاجه بيرفكت الا الوجبه الرئيسيه. انت ممكن تطفي ضرسك سنانك، المهم مش تتكلمي تاكلي انت بتعيطي عشان التتبيله خطيره بتخلي اللحمه زبده. قلت لها السندوتش، فالبت ماسكه السندوتش يا عيني، اللحمه جامده، قالت لي لا حلوه. راحت امي بقى زغرها كده، ايه فيها حاجه اللحمه؟ لا اللحمه بس حاجه، هي كانت المشكله في الريش، لكن اللحمه زبده بتتقطع. قطعيها عكس النسيج، انت بتقطعي عكس النسيج مش هتتقطع معاكي، قطعي الناحيه التانيه. انت بتعنجي في حته اللحمه، هتطلعي غلبك على اللحمه. طب انا مش هقطعها خالص، حطها في السندوتش، حطيت عليها طحينه. اخد قطمه يا مر يا بنتي، باكل لبانه يا بنتي، وامضغ اللحمه ما بتتنضخش. امي قاعده قدامي عشان طبعا ما تطلعش منظرها بقى وحش، وان اللحمه نيه بتاكل اللحمه، عارفه امي بتحاربي مش بتاكل، ولا مبينه بقى ان انا عارفه امي بقطع عليها، بس هي بتحاول تنفي التهمه من عليها. نبي تحفه حلوه اللحمه، تصدقي بنت ما فيهاش ريحه الدنيا والله العظيم. اصل ده خروف برقي، الخروف البرقي ما فيهوش اللحمه الضاني، ما ياكلوش مرعته نجيفه مش مرعته زفره. وتلاقي بقى تتكلم على مرعه الخرفان. شبعتي؟ مش كنتش جعانه فطلعت. قلت لها بصي يا ماما انا اصلا انت عارفه اللحمه تقيله على معدتي.